السلام عليكم، تحياتي لكم وتحياتي للجميع. كلشي سمع تصريحات ديال عبد اللطيف وهبي كيقول بانه ما يمكنش يقدم الاستقاله ومستحيل باش يقدم الاستقاله، وكنتو كتسمعوا بعض الاشاعات ديال الحكومه غدا تقدم الاستقاله. انا كنقول لكم مستحيل باش هاد الحكومه تقدم الاستقاله ديالها كيف ما كانت هاد الحكومه. علاش؟ حيت في التاريخ المغرب العربي او تاريخ الشرق الاوسط او الجزيره العربيه او العرب بصفه عامه ما عندهمش جرأة ديال الاعتراف بالهزيمه. واخا يكون منهزم ما كيعترفش. ما عمر شي حكومه دازت في التاريخ قدمت الاستقاله ديالها وقالت لك هاد السويرتات انني انا راه ما قدرش نسير هاد الحكومه او هاد المنصب. حنا ما عندناش في الثقافه ديالنا ثقافه الاعتراف بالهزيمه، ما عندناش، وهذا هو المشكل ديال العرب. علاش ما متقدمينش؟ هذا هو المشكل. يعني كنقول لك اخي او اختي بانه كوني على اكيد وكون على اكيد بانه ما عمر شي حكومه غتقدم الاستقاله ديالها. بحال دابا السي عزيز اخنوش كتقولوا بانه غيقدم الاستقاله، مستحيل. انه عنده شركات وكيدخل مليار في النهار، وغتجي تقول له انت راه عجزتي على تسيير الحكومه او لا ما عرفتيش تسيير الحكومه؟ ما يمكنش. حتى عبد اللطيف وهبي اللي كيخرج بهاد التصريحات الجارحه والقاتله ديالو انه عنده واحد المنصب حساس ديال وزير العدل، يعني هنا كتثبت بانه لو كانت حكومه حقيقيه وحكومه قويه عندها جرأه وكتاخذ قرار صارم غتاخذو في هذا السيد هذا اللي عاكيهضر ما كيحترمش المنصب ديالو وما كيقدرش المنصب ديالو. خوتي تبارك الله عليكم، تحياتي لكم، السلام عليكم.